شوف، يذهب العالم سيغموند فرويد اللي هو يعتبر الأب الروحي لعلم النفس، يقول من يعرف السلوك البشري، يقول السلوك البشري عبارة عن مثلث. ممكن تنتبهوا لي لأن أنت الخسران إذا ما انتبهت، لأن هاي الفكرة راح تغير حياتك. مثلث فرويد يقول الأفكار تؤثر على المشاعر، المشاعر تؤثر على السلوك. فإذا أسأل الشباب من الذي يصنع السلوك؟ المشاعر، النفوس. من الذي يؤثر على النفوس والمشاعر؟ الأفكار. الله، هذا الأمر يتفق مع القرآن؟ نعم. ما القرآن ايش دا يقول؟ حتى يغيروا ما النفس تتوسط الأفكار وتتوسط السلوك. ما تتفق معاي إذا سيطرت على أفكارك سيطرت على نفسك؟ صح لو أنا غلطان؟ أشوفكم انتبهتوا. ما تتفق معاي إذا سيطرت على نفسك سيطرت على سلوكك؟ صح لو لا؟ أضرب لك مثال حتى الفكرة كلش تدخل في دماغك. شوف، إذا كانت الفكرة اللي عندي العقيدة أولا، هاي الفكرة تنعكس على المشاعر، فالمشاعر شو تكون؟ متحركة نحو شنو؟ العقيدة. مهتمة بشنو؟ بالعقيدة. ما تتفق معاي السلوك راح يكون سلوك عقائدي؟ صح؟ زين، الفكرة الغريزة أولا راح علي من تضرب غريزتي أول شيء، أريد روقان، أريد أرفع عن نفسي. هاي الفكرة تنعكس على اليمن، على المشاعر. صح؟ ما تتفق معي مع المشاعر راح تكون دافع لسلوك يتوجه نحو الخمر، مخدرات، نساء، شذوذ، غيره. صح لو لا؟ نصيحتي لك تحكم بأفكارك، تتحكم بنفسك. هذا ما قاله علم النفس واتفق معه القرآن، بل نادى به القرآن قبل علم النفس. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. الله يا أبا الحسن، اقعد فكر ساعة، نظم أفكارك، خير من عبادة 70 سنة. ليش يا أمير المؤمنين؟ لأن شنو فائدة العبادة إذا كانت الأفكار منحرفة؟ يصلي منا يبوق منا، يصلي منا يغش منا، يصلي منا يكذب منا، يصلي منا يسوي منكرات منا. أكو فائدة؟